شهر رمضان المبارك هو شهر القرآن، فهو الشهر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه دستور هذه الأمة وهو القرآن الكريم. هنالك أئمة حريصين كل الحرص على أن يكون من بداية رمضان حتى نهاية رمضان يختموا القرآن كاملا في صلاة التراويح. هنالك أيضا مساجد الإمام ربما يقرأ 10 أجزاء طيلة شهر رمضان المبارك، وهذا يتفاوت من إمام إلى إمام، وكمية أيضا القراءة التي يقرأها في صلاة التراويح. هنالك أيضا توجه عند بعض الناس إن لم يكن الكثير أيضا أنهم ربما يرتادون مساجد عن أخرى، ربما يذهب ناس إلى مساجد الفلاني، وإذا سألته لماذا تختار المسجد الفلاني ولا تذهب إلى هذا المسجد، يقول أنه يوجد به إمام أو قارئ صوته جميل. والناس أيضا تحب أن تذهب خاصة لصلاة التراويح أن تذهب إلى المشايخ اللي عندهم صوت جميل في القراءة وحسن أيضا في تلاوة كتاب الله عز وجل. وهذا أيضا من صميم السنة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسنوا أصواتكم بالقرآن. يعني الإنسان، يعني الشيخ أو القارئ الذي يؤم الناس في صلاة العشاء والتراويح أو حتى في الصلوات الخمس يجب أن يتعلم أحكام التجويد وأن يحسن صوته في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى.